السلام عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض الكوارع بتتبيلة مميزة. يعني لو مش بتحبيها جربيها بالطريقة دي وهي هتعجبك جدا. قدمتها النهاردة مع رز أبيض بشوربة الكوارع، وندخل مع بعض على الوصفة. أنا معايا الكوارع بتاعتي. الكوارع بنجيبها طبعا بتكون متنضفة ومتقطعة، بس طبعا مش بنعتمد على التنظيف اللي هي بتيجي بيه. لأ، بناخد سكينة كده حادة وبنمشي على الجلدة بتاعة الكوارع لحد ما بنطمن إن هي كلها زي الفل ومتنضفة كويس جدا. بعد كده غسلتها بدقيق كويس وتحت المية الجارية، وبعدين عملت لها محلول النقع بتاعها، وهو عبارة عن معلقة كبيرة من السكر، 2 معلقة كبيرة من الخل، وعصير ليمونة. سبتها في محلول النقع حوالي ساعتين، وبعد ساعتين بقت زي الفل زي ما انتوا شايفينها معايا. في حلة معايا على النار فيها مية بتغلي، هنزل بقطع الكوارع بتاعتي. هنزل كده بالقطع الكوارع بتاعتي كلها، والكوارع اللي معايا دي هي حوالي رجلين من الكوارع، والرجول الأمامية بتبقى أفضل من الخلفية لأنها بتبقى تخينة شوية. في الوقت ده نزلت بقطع الكوارع بتاعتي كلها بالمعلقة كده، وهبدأ إن أنا أخلي الكوارع بتاعتي كلها متغطية بالمية. هاسيبها كده على النار لحد الغليان، وبعد الغليان زي ما انتوا شايفينها كده معايا، ده طبعا الرغوة اللي طلعت دي الزفارة بتاعت الكوارع. هسيبها تغلي لمدة دقيقتين، وبعد دقيقتين هاخدها واصفيها في الحوض وابدأ ان انا اغسلها كويس جدا. وفي حلة تانية هبدأ ان انا احط مية مغلية، وابدأ انزل بالكوارع اللي انا غليتها في الحلة الاولانية وغسلتها كويس جدا تحت المية. نزلت بقطع الكوارع كلها، وهنزل كمان بالبهارات بتاعتي، وهي عبارة عن ورق اللورة والحبهان. وهنزل كمان بمعلقة صغيرة مليانة من الفلفل الأسود، وده نزلت بيها على مرتين بالمعلقة كده. وبدأت إن أنا أقلب كده الكوارع مع البهارات اللي أنا حطيتها. هسيب الكوارع كده تستوي على النار، وكل ما تحتاج مية هزودها مية مغلية لحد ما تستوي حوالي 95%. وده بعد ما دخلت خلاص في سوا واستوت حوالي 95%. نعرفها ازاي ان هي استوت؟ بيبان على شكل الكوارع. شايفين الشوربة؟ ما شاء الله اللهم بارك، جميلة جدا. وتقدري كمان تحط لها طماطم لو عايزاها حمرا شوية. ده شكلها ما شاء الله كده جميلة جدا، وشكلها مستوية على الآخر. طب لو مش هتعرفيها كده من شكلها، ان انتي هتجيبي الشوكة وهتحطيها كده في الكوارع، لو طلعت على طول تبقى كده مستوية وزي الفل معاكي، زي ما انتوا هتشوفوا معايا دلوقت. شايفين معايا اللهم بارك، جميلة جدا. في الوقت ده انا هحط الملح الابيض، وطبعا الملح حسب الرغبة، وهسيبها لمدة 5 دقايق كمان تغلي مع الملح بتاعها. وبعدين هطفي عليها وكده هتبقى معايا زي الفل. تقدري تقدميها في الوقت ده وتقدميها كده مسلوقة، او تعملي لها التتبيلة الجميلة اللي انا هعملها دلوقتي. فدلوقتي انا معايا التتبيلة. انا معايا 2 قرن من الفلفل، 4 فصوص من الثوم، 3 حبات من الليمون، وبصلاية كبيرة زي ما متقطعة زي ما انتوا شايفينها كده معايا. في الوقت ده هجيب الكبة بتاعتي وهبدأ ان انا احط فيها الخضار بتاعي. في الكبة هنزل كده بالبصل، ودي بصلاية كبيرة، وهنزل كمان ب4 فصوص من الثوم. والتتبيلة دي هتخلي طعم الكوارع بتاعتك زي الفل. وفي الوقت ده هنضف الفلفل الأخضر من البذور الموجودة فيه كويس جدا، وهبدأ ان انا اقطعه بالشكل اللي انتوا شايفينه معايا ده. وتقدري تقطعيه اي تقطيع لانه كده كده
إحنا هنطحنه في الكبة. في الوقت ده هاخد ليمونة وهابدأ إن أنا آخد القشرة الصفرا بس بتاعتها، يعني بشر الليمون الأصفر، ليمونة واحدة بس. وطبعًا بالنسبة للفلفل تقدري تستخدميه حامي أو بارد زي ما تحبي. في الوقت ده هانزل بعصير 3 ليمونات، وإضافة الليمون بيديني طعم مميز جدًا للكوارع. وفي الوقت ده هانزل بآخر إضافة معايا وهي 2 معلقة كبيرة من الخل الأبيض. هاغطي الكبة وهابدأ إن أنا أطحن الخضار بتاعي كويس جدًا لحد ما ينعم معايا. وكده هتبقى التتبيلة بتاعتي خلصت. هاطلّع سكينة التقطيع كده وبالمعلقة هابدأ إن أنا أجمّع التتبيلة كده من قلب الكبة. وطبعًا في الوقت ده الكوارع بتاعتي كده طفيت عليها. هابدأ إن أنا أطلّع قطع الكوارع كده من قلب الشوربة. شايفين ما شاء الله الشوربة شكلها جميل جدًا يفتح النِفس. واللهم بارك ريحتها جميلة جدًا. ما استخدمناش بهارات كتير، بس اللهم بارك جميلة جدًا. أتمنى إن انتِ تجربيها بنفس الطريقة. وفي الوقت ده هابدأ إن أنا أحط الملح الأبيض للتتبيلة بتاعتي. وطبعًا الملح بيكون على قد التتبيلة بس، لإن الكوارع بتاعتي واخدة الملح المضبوط بتاعها. نزلت كمان ب2 معلقة كبيرة من السمنة البلدي. وهابدأ كده بإيديا هابدأ إن أنا أتبل الكوارع بالخلطة اللي أنا عملتها في الكبة والسمنة البلدي بتاعتي. تقدري تستخدمي زبدة أو أي نوعية سمنة عندك تكوني انتي بتفضليها. دلوقتي هادخّلها النار تحت الشواية وهابدأ إن أنا أقلبها على الجنبين لحد ما تاخد اللون الجميل زي ما انتم شايفينها كده معايا. اللهم بارك ريحتها جميلة جدًا. في الوقت ده هابدأ إن أنا أزينها كده بشوية من الكزبرة الخضرا. طريقة جميلة جدًا أتمنى إن انتِ تجربيها بنفس الطريقة. أنا النهاردة عملت كمان جنبها رز بشوربة الكوارع، وقدمت كمان شوربة ومعايا قطعة من الكوارع وليمون علشان الشوربة. ما شاء الله كانت وجبة جميلة جدا. وممكن كمان تعملي جنب منها فتة، يعني تعملي فتة بالخل والثوم، بس أنا حبيتها تكون أكلة سريعة كده، يعني ما أخدتش فيها وقت خالص غير وقت تسوية الكوارع. أتمنى لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وتعملي اشتراك في القناة وتسيبيلي رأيك في التعليقات. وفي نهاية الفيديو أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.